نقوش شعرية. هذه القصيدة مهداة إلى الأديب المبدع الشاعر الدكتور فهد الهذلي، مع محبتي وتمنياتي له بالشفاء العاجل. ودائما هذا الرجل لا ينسى، يستحق مني دائما التقدير والإجلال والإكرام والتقدير والتبجيل في أروع الكلمات. قصيدة على عجل، لأني مشتاق إليه، وإن شاء الله اليوم سوف أذهب لزيارته في دبي. اليوم أبصر روعة الإبداع في رائد الكلمات للأسماع. يا أنت هذا الفهد في أنشودة يهفو لها متمرس الإيقاع. كم بي من الأشواق، كم بي فرحة بحديث ملتاع إلى ملتاع. لتظل نجوى الروح فيضا ملهما ما غاب عن بالي بوهج شعاعي. لتهب نسمات الهدى مكية هذلية فيها ربيع يراعي. ماذا أقول وقد سعدت بموعد أغلى لدي من الكنوز بقاعي. فكم ادخرت من المشاعر علها تجري بينبوع على الأرباع. ليلوح لي بين المواكب شاعر أمثال فهد حين يدعو الداعي، داع إلى الشرف الرفيع بأمة من نور مكة فرجت أوجاع من ضاقت بهم دنيا الأسى فتفاءلوا بمخلص قعقاع. يا طيب صوتك حين غرد منشدا لحقيقة في جوهر الإيناع. هي أمنيات حان وقت قطافها، صاغت لك الكلمات صوغ شجاعي. والله يا نسل الأماجد ما أنا إلا المنافح عن أخ لوذاعي. لم لا وراعي الضاد يجمع شملنا بقصائد بعثت لكل شراع. إن قلت شعري مادحا فلأنني برحيق حرفك تستنير طباعي. من ذا أدبج حكمة عربية عسل الشفاء بها وناي الراعي. يا فهد يا هذلي يا خل الوفا، شوقي إليك يروق دون وداعي. وختام قولي يا إلهي صن لنا فهد الرجال بعطره النعناع. ثم الصلاة على النبي محمد ما أزهرت روض وكبر ساعي. وحياكم.